ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في واحد في الكومنتات عسل كده قال لي ان انا عايز تجميع ب27 او 30 الف جنيه، فانا قررت النهارده ان انا اجمع التجميعه دي. زي الظروف الاقتصاديه اللي احنا بنمر بيها في مصر عامه، 30 الف جنيه تجيب لك تجميعه متوسطه. يعني ايه؟ يعني انا من سنتين او سنتين ونص على ما اظن كنت عامل اول تجميعه ليا، كنت جايبها ب 10000 جنيه، كانت دي تجميعه متوسطه. لكن التجميعه اللي انا هجمعها النهارده دي تجميعه فئه متوسطه عليا، بمعنى الطبقه الارستقراطيه من المتوسط. الاسم صعب، انا اصلا قلتها كذا مره علشان اعرف اجيبها اصلا. تمام. فالمهم يعني التجميعه دي هتشغل لك الالعاب على 1080 على الترا، كل الالعاب عامه، وممكن تشغل العاب 2K عامه. وممكن لو انت بتشتغل في الفريلانسر او اي حاجه، لو انت بتشتغل شغل مونتاج فوتوشوب اي حاجه من دول عامه، التجميعه دي مناسبه ليك جدا جدا جدا. ولو انت عايز تجميعه متوسطه يعني سعرها قليل نسبيا، انا كنت عامل تجميعه ب 15000 جنيه، روح اتفرج عليها برضو جامده فشخ. خش في اول قطعه معانا في التجميعه بتاعتنا، وهو المعالج، واللي انا دايما برشحها لاي تجميعه فيها متوسطه عليا او متوسطه عاليه، الاي ام دي رايزن 5 5600 اكس. بيجي ب 6 كورز و12 ثريد، والسرعه الاساسيه بتاعته 3.5 وبيصل الى 4.4. المعالج ده يا جماعه من افضل ان لم يكن الافضل في الفئه المتوسطه، مع انه بقاله كتير، يعني بقاله كتير قوي على ما اظن، بقاله يجي 3 سنين او 4 سنين ممكن اكتر عشان ما قابلتش يعني. بس هو جامد او جامد قوي قوي قوي، ويعني احتمال كبير قوي ما تلاقوش في السوق الا مع بعض التجار، ما اعرفهمش انا طبعا، بس هو بيبقى موجود. لكن بقى لاخواتنا اللي في العراق والمغرب والحتت دي، ده بيبقى متوفر عندكم دايما. ميزه المعالج ده ان هو بيتوافق مع كل الكروت العاليه، يعني عمره ما هيعمل معاك بوت النيك مع اي كارت ار تي اكس 4060 5060 عادي، هيقول لك مش هيقول لك لا خالص. وحتى لو جبت كارت ضعيف عليه هيقول لك برضه عادي، ومش هيقول لك لا. انا بالنسبه لي المعالج ده من التحف الفنيه اللي كانت بتعملها اي ام دي زمان عامه. وكمان ميزه فيه ان هو بيجي مع المشتت الهوائي بتاعه، فانت مش محتاج تشتري مشتت هوائي علشان تحطه على المعالج. المعالج ده بتلاقيه بسعر 5500 ل 6000 جنيه في مصر. ونخش في تاني قطعه معانا، وهي المذر بورد. المذر بورد بتاعتنا هتبقى من شركه جيجا بايت بي 550 دي اس 3 اتش، بتيجي بسوكت اي ام 4، وبتدعم 4 منافذ رام، يعني ممكن تحط لغايه 128 جيجا بايت رام. طبعا بتدعم الام دوت 2 الاس اس دي عادي. ما اظنش انك هتحتاج حاجات اكتر من كده في مذر بورد اصلا. من الحاجات الحلوه في اي ام دي عامه يا جماعه، انك ممكن تحط لغايه الجيل الثامن من اي ام دي. يعني انت دلوقتي لو انت مش عاجبك الرايزن 5 5600، انت ممكن تحط الجيل الثامن او السابع. فالمذر بورد دي بتديك خيارات كتير قوي في المعالجات بالذات يعني. ولا يسالني انت ليه ما جبتش حاجات ارخص؟ ممكن ترخص في دي وتجيب حاجات اعلى في الثانيه. لا، انا مش هجيب حاجه ارخص في المذر بورد، لان المذر بورد دي هتكمل معاك لغايه مثلا 20 سنه قدام، فاهمني؟ فانت مثلا عاوز تجيب رام زياده، عاوز تحط ام دوت 2، المذر بورد مش هتقول لك لا. وسعر المذر بورد الصراحه حلو الى حد ما، يعني بتتوافر في مصر من 4000 ل 5000 جنيه على حسب السعر بقى، فاهمني؟ انا طبعا هحط السعر بالدولار علشان يعني اخواتنا في العراق والمغرب بقى والدول التانية العربيه يشوفوا السعر يعني. نخش في تالت حاجه معانا، هو كارت الشاشه. وانا الصراحه كنت حيران هل اقلل في سعر كارت الشاشه وادي اداء عادي، ولا اجيب كارت شاشه محترم بسعر محترم يديك اداء جامد جدا في ال 2K وال 1080 على الترا او هاي. ما تلاقيتش الصراحه حد منافس للكارت اللي انا جايبه ده، اللي هو الار تي اكس 4060 نسخه ال 8 جيجا. صراحه ما شفتش حد منافس ليه في نفس فئته السعريه عامه، او بيدي نفس اداؤه. الكارت يا جماعه بيجي في رام 8 جيجا، وبيدعم طبعا الري تريسنج والدي ال اس اس 3. واستهلاك الطاقه فيه يا جماعه، انا اتفاجئت الصراحه لما عرفت ان الاستهلاك فيه 115 واط. يعني انا قلت ازاي كارت زي ده بالقوه اللي هو فيها دي بيستهلك 115 واط؟ اي نعم بيعلى لما طبعا بتشغل العاب عاليه او تقيله، طبعا الاستهلاك ده بيعلى، بس في العادي بيبقى 115 ل 130 حاجات كده، فاهم؟ وزي ما قلت لكم الكارت ده ينفع في ال 2K وال 1080 على الترا، يعني الكارت ده حرفيا هيقعد معاك مش اقل من 5 سنين. خش في رابع حاجه، وهي الرام. جبتها من تيم اليت 16 جيجا بايت، طبعا سرعتها 3200 ميجا هرتز، دي ار 4. مش محتاج اللي هو اتفلحس في الرام. رام 16 جيجا اي ماركه انت هتجيبها هي هتبقى زي الماركه الثانيه، ده في اختلاف، يعني لو في اختلاف هيبقى اختلاف الار جي بي بس. يعني محدش يضحك عليك ويقول لك الرام دي اغلى من دي علشان فيها نور زياده، علشان سرعتها اعلى. الكلام ده كله دعايه وتسويق، والاداء مش بيفرق
بتفرق قوي مع الرام زي ما قلت في الفيديوهات اللي فاتت وهقول في فيديوهات جايه. الرام مش بتبقى عليها رك اساسي ان هي تديك اداء ممتاز في الالعاب او اي حاجه. فيعني هات اي رام نضيفه، حتى لو مش الرام اللي انا جايبها دي، هات اي رام نضيفه عندكم وانت واثق منها هاتها. واخر حاجه انا جبتها معانا هي الكيس والباور سبلاي، جبتهم كومبو مع بعض من تكنو زون سي 350، بتيجي باور سبلاي 600 واط. الصراحه هي شكلها حلو وملفت الصراحه يعني، وكمان الباور سبلاي 600 واط اللي فيها مكفي التجميعه اللي معانا بشكل كامل، وممكن كمان تزود امكانيات عادي مش هيقولك لا. انا اتلقيت الكيس والباور سبلاي دول ب 2500 جنيه، حسبت حسبتي وتلاقيتهم 30000 جنيه بالظبط، وممكن يبقوا 30 وكسور فاهمني كده. ولو انت عايز اس اس دي، انا ما بضيفش الاس اس دي عامه للتجميعات بتاعتي، ده الكلام ده بيبقى عندك. هات لك اس اس دي تمام، ما تجيبش اتش دي دي، يعني ما تخليش الفك الاساسي في الكيس بتاعتك هو الاتش دي دي، لا هات اس اس دي 480 جيجا من كينجستون ولا اي شركه محترمه تمام، هتلاقيه ب 1000 جنيه او 800 جنيه. هاته واشتغل عليه لغايه اما ربنا يكرمك كده، وتجيب اتش دي دي 1 تيرا او 2 تيرا، خليه للتخزين بس، لكن ما تشغلش البي سي بتاعك على اتش دي دي. حرفيا انت مركب سلحفه البي سي الجامد بتاعك، حرام انك تشغل البي سي ده على اتش دي دي. وانا حاليا هسيبكم دلوقتي مع البنش مارك بتاع الالعاب. انا جبت العاب كتير يعني، علشان الناس كانت بتقول لي الالعاب قليله، انا جبت ازيد من 6 العاب تقعد تبص فيهم بقى وتتفلحس فيهم براحتك بقى. دي كانت نهايه الفيديو معانا، يا ريت تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب. اسيبكم مع البنش مارك.